طيب يا شباب، في فيديو النهارده اعرفك ازاي تقدر تستبدل اي صندوق كنز بصندوق كنز تاني، عشان لو اخطأت وجبت صندوق وانت مش عاجبك وعاوز تجيب صندوق مليان فتحات. فتعالى النهارده اعرفك ازاي تقدر تعمل كل ده. بس ما تنساش اذا كنت جديد انزل اعمل سبسكرايب ويلا بينا على الفيديو. طب يا رجاله، فتحنا اللعبه وتعالوا بقى اوريكم انا جمعت صناديق عامله ازاي، وقول لي انت جمعت زيها ولا احسن منها. فتعالوا ندخل دلوقتي على مكان صناديق الكنز. بصوا يا جماعه، زي ما فهمتكم في الفيديو السابق ان في 3 انواع من صناديق الكنز، في البيزك وفي بيج وينر وفي السبيشال. فانت لو جمعت السبيشال فدي اقوى حاجه تقدر تجمعها. فيلا بينا ندخل نشوف انا مجمع ايه. طبعا انا جالي البيزك. المحظوظ بقى اللي جاله اول واحده دي سبيشال، فانا جالي بيزك وبعد كده جالي سبيشال اهي، سبيشال. بس هو طبعا هنا دي مقفوله عشان لازم تخلص دي الاول عشان دي تفتح. هنا في 2 مقفولين عشان دول هيفتحوا يوم 15، يعني اول 2 دول هتخلصهم اول اسبوع، تاني 2 هتخلصهم تاني اسبوع. طبعا كل صندوق من الصناديق التانية دي مليانه زي ما انت شايف كده، كلها فتحات، 9 فتحات في الباكج اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت. فانت لو جبت بقى اي حاجه او استلمت اي حاجه ومش عارف تبدلها، في فيديو النهارده اعرفك ازاي تقدر تبدلها بكل سهوله. بصوا يا شباب، بعد نهايه كل مباراه فبيجي لك صندوق. لو انت بتلعب في الديفيجن او في ماتشات اونلاين هيجي لك صندوق واحد اللي هو بتاع المنافس. لو عجبك تقدر تستبدله، لكن لو مش عجبك فانت ما تستبدلهوش. لو عملت تحدي مثلا ضد 5 عامل روم وفي 5 معاك غيرك انت السادس، فيجي لك 5 صناديق في نهاية الماتش. زي ما انت شايف كده معايا، انا هنا كنت عامل تحدي في روم كان معايا 5، فادي 1 2 3 4 5. زي ما انت شايف كده 5 صناديق. زي ما انت شايف انا عجبني ده فبقوم ضاغط عليه. بص كده ضغطت عليه وبعد كده بضغط على كلمة استبدال. بضغط على كلمة استبدال. خد بالك انا ضغطت على اللي فيه 99 كوين زي ما انت شايف كده. وبعد كده بتضغط على كلمة استبدال، هينقلك لصفحة تانية. الصفحة التانية دي بيكون موجود فيها الصناديق بتاعتك انت، فبتختار الصندوق اللي انت عاوز تبدله وبعد كده تبدله. بص كده هضغط على استقبال، انا بوريها لك اهي بالراحة، على كلمة استبدال اهي، وبضغط على كلمة استبدال. وبعد كده بيجي لي الصناديق بتاعتي انا بقى. شوف انت الصندوق اللي مش عاجبك بتضغط عليه، يعني مثلا وليكن ده اقل صندوق عندي، انت بتختار بقى تشوف انهي صندوق عندك اقل وتضغط على كلمة استبدال. شايفها اللي تحت دي كده، يبدأ يبدل الصندوق اللي انت اخترته مكان الصندوق التاني. فهمت بقى ازاي الطريقة سهلة ومش صعبة. انت بتختار الصندوق اللي انت عاوزه من الصناديق اللي قدامك وبعد كده بتضغط على استبدال، وبعد كده بتكمل لغاية لما تختار الصندوق اللي انت مش عاوزه وتبدله مكانه. تمام، هي دي الطريقة وبس. كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم. اشوفكم في حلقة جديدة. الى اللقاء في حلقات قادمة.